ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل اللي بيفكروا ان هم يدرسوا بره مصر، وتحديدا هنا في المانيا. كتير مننا بيحلم ان هو يسافر المانيا ويدرس فيها وبعد كده يشتغل ويكمل اقامه دايما وبينساه. بس بيبقى فيه دايما سؤال شاغلنا، يا ترى ايه الجامعات اللي ممكن القبول فيها يكون اسهل من التانيه؟ المانيا معروفه بجامعاتها القويه جدا ونظام التعليم المتميز جواها، بس مش كل الجامعات صعبه في القبول زي ما ناس كتير فاكره. في الفيديو ده هنتعرف على بعض الجامعات اللي عندها شويه مرونه في القبول وسهل شويه تتقبل فيها هنا في المانيا، وده بيخليك تزود فرصك في الحصول على قبول دراسي، وبالتالي هتلاقي نفسك الامور اتسهلت كتير عشان تيجي تقدم على السفاره وفيزا الدراسه وتيجي المانيا باذن الله. ما نطولش على بعض، لايك المتين ويلا بينا نبدا. من احد الجامعات اللي قبولها نسبيا سهل شويه هي جامعه LMU اللي موجوده في مدينه ميونخ، وهي اختصار لجامعه لودفيك ماكسيميليان يونيفرسيتي او يونيفرسيتيت. والجامعه دي تم تاسيسها 1472، يعني اكتر من 500 سنه من الانجازات والتاريخ. ميونخ هي اهم واجمل مدينه في المانيا، وده بيخليها مثال جميل انك انت تدرس وتعيش فيها فتره الدراسه اللي هتيجي هنا تدرسها في المانيا. والجامعه دي بتقدم مختلف التخصصات، علوم طبيعيه، هندسه، طب، او حتى الفنون والعلوم الانسانيه، وده بيخليها وجهه مميزه للطلبه اللي بيدوروا على تعليم عالي بجوده عاليه. ومعروف عن الجامعه دي انها بتشد كتير من الطلاب الدوليين من انحاء العالم كل سنه، والطلبه دي بتستفيد من التنوع الثقافي داخل الجامعه. ومش بس كده، الجامعه ديت من اكبر الجامعات اللي بتشجع البحث العلمي في المانيا، وتوفر كتير من المشاريع البحثيه داخل الجامعه للطلاب بتوعها. ولما نيجي نتكلم عن القبول جوه الجامعه، القبول بيختلف على حسب التخصص، وخصوصا لما بنتكلم عن التخصصات الانسانيه والاجتماعيه، وفي اسباب تخلي ان القبول جوه الجامعه ديت اسهل من الجامعات الثانيه. وخلينا نشرح ازاي ده بيحصل. الاقبال مش بنفس القوه على الجامعات الثانيه، يعني دايما الناس لما بتيجي تفكر هنا في المانيا عشان تيجي تدرس تقول انا عايز اروح TUM اللي هي تكنيكال يونيفرسيتي ميونخ، او مثلا TU برلين، الجامعات اللي هي معروفه جدا. فجامعه LMU هي جامعه مش بيبقى فيها تنافس عالي قوي على الدخول للجامعه، فبالتالي بيبقى فيه سهوله شويه في انك تتقبل، وبالذات في التخصصات الانسانيه والاجتماعيه عن التخصصات الهندسيه والطب. بس برضو لسه في فرصه انك تتقبل جوه التخصصات الطبيه والهندسيه جواها برضو. واللي بيميز الجامعه دي ان متطلبات القبول بتاعها مش قويه جدا، مفيش مثلا اختبار عشان تخش الجامعه، او بيطلبوا درجات معينه او حاجات معينه جوه الجامعه. معظم البرامج اللي جواها خاصه البرامج الاجتماعيه السوسيال بتلاقي فعلا ان في سهوله ومرونه جدا في القبول داخل الجامعه، وده عن تجارب ناس كتير. وفي سبب رئيسي كمان بيخلي القبول جوه الجامعه سهل، هو عدد الاماكن المتاحه. كل سنه بيقدموا عدد اماكن كبير جدا للطلبه ان هم يجي يدرسوا عندهم، وبالتالي لما بيقدم عدد كبير او بيقدم حتى عدد على الماجستير او على البرامج البكالوريوس اللي موجوده جوه الجامعه، بيبقى ليه فرصه كبيره جدا انك تاخد مقعد من المقاعد دي. ما بيبقاش ريستريكتد ادميشن، ما بيبقاش قبول مقيد، يعني انت بتقدم لو انت توافق الشروط فيك تاخد قبول باذن الله من الجامعه ديت. وكمان الجامعه دي بتقدم عديد من التخصصات اللي هي بتدرس بالانجليزي بس مش بالالماني، فبتقدر انك انت برضو تقدم لو انت هتيجي تدرس بالانجليزي على حاجه زي كده من غير ما تثبت انك محتاج اي لغه المانيه خالص. مجرد انك انت عملت امتحان ايلتس او تويفل تقدر تقدم بيه، وهم هيقبلوك بمتطلبات اللغه ديت بالظبط. وده بيخلي القبول اسهل في حاله ان الطلاب اللي بيجوا يقدموا على برامج بالانجليزي مش بالالماني. في التخصصات الاجتماعيه والانسانيه زي ما قلنا، القبول تقريبا في الجامعه ديت بيكون سهل جدا لاسباب كتير، منها زي ما قلنا قله المنافسه، متطلبات القبول السهله، وعدد المقاعد الدراسيه الاكبر. وده بيخلي عمليه القبول فيها مرونه بشكل كبير. فلو انت عندك فرصه تقدم في الجامعه دي ما تفوتهاش. فريدريش شيلر يونيفرسيتي يانا اللي هي تأسست 1558، والجامعة دي موجودة في مدينة يانا اللي هي مدينة صغيرة وجميلة في ولاية تورنجن. والجامعة دي برضو بتقدم مجموعة كبيرة جدا من التخصصات اللي جواها، سواء من العلوم الإنسانية، العلوم الطبيعية، الفنون، وكتير جدا من التخصصات التانية. من أهم ميزات الجامعة ديت إن تركيزها مش بس على التعليم التقليدي، لكن كمان على البحث العلمي. وده بيدي فرصة للطلبة إن هم يشاركوا في أبحاث متقدمة في مجالات كتير زي الفيزياء، الكيمياء، العلوم الاجتماعية، وكتير من المجالات التانية. الجامعة دي عندها تعاون مع مؤسسات بحثية كبيرة جدا زي معهد ماكس بلانك، والجامعة دي بتستقبل طلاب دوليين كتير كل سنة. وده بيخلي الجو الجامعة فيها ثقافات متنوعة جدا. كمان المدينة نفسها هادية ورايقة قوي للطلبة اللي بيدوروا على دراسة مريحة وهادية بعيد عن زحمة المدينة وقرفها. وبرضه زي الجامعة اللي فاتت، الجامعة دي بتتميز إنها بتدي برامج بالإنجليزي كتير قوي، وده بيسهل على الطلبة الدوليين إن هم يلاقوا برامج حتى بالإنجليزي، مش محتاجين يظبطوا لها ألماني خالص ولا لغة ألمانية ولا يدرسوها
باتاتا. ويعتبر القبول في الجامعة دي أسهل مقارنة بجامعات تانية كتير للطلبة اللي بيدوروا على فرصة تعليم هنا في ألمانيا من غير ما يواجهوا أي صعوبات في الحصول على قبول في أي جامعة. وخلينا نشرح ليه القبول في الجامعة دي ممكن يكون أسهل من غيرها. أولا زي ما قلنا المدينة نفسها هي مدينة صغيرة وهادية، مش زي مدن كبيرة زي ميونخ وبرلين، وده بيخلي الإقبال عليها نفسها أقل من المدن الكبيرة، لأن كتير من الطلاب هنا بتركز إن هي تروح على مدن صاخبة مثلا زي برلين زي ميونخ وغيرها من المدن زي فرانكفورت، عشان هناك الحياة بتبقى شوية فن، السيتي بقى وشركات كتيرة وفرص أكتر، فالطلاب الدوليين معظمهم بيحبوا إن هم يجوا على مدن زي كده. وجامعة يانا بتستقبل عدد كبير من الطلبات، ولكن المنافسة مش بنفس الشدة اللي بتبقى الجامعات الكبيرة اللي موجودة في المدن الكبيرة زي برلين وميونخ زي ما قلنا. وبتقدم برامج برضو باللغة الإنجليزية وشروطها بتبقى خفيفة شوية، حتى تلاقي في بعض البرامج عايزين مثلا 5.5 في الآيلتس، الشروط بتاعتهم ما بتبقاش جامدة جدا. بالرغم ان الجامعة كمان بتطلب ان انت تكون معاك باتشلر عشان تدرس ماجستير، وكمان درجات حلوة في السنة التحضيرية عشان تقدر ان انت تخش جامعة زي ديت، ولكن ما بتبقاش بنفس المتطلبات التعجيزية بتاعت الجامعات الكبرى زي تي ام على سبيل المثال. فانت هتلاقي ان القبول في الجامعة ديت مش معقد خالص. نقدر نقول ان القبول في جامعة يانا يعتبر اسهل نسبيا على الجامعات التانية، وده اكيد لعدة اسباب قلناها. الموقع نفسه والمدينة نفسها هادية وما فيهاش ناس كتير، والقبول عليها مش كتير، يعني التنافس أقل، وعندهم اهتمام بالطلبة الدوليين جدا، والتنوع الثقافات جوه الجامعة، وعندهم كمان عديد من التخصصات الأكاديمية والبرامج الأكاديمية جوه الجامعة اللي ممكن تختار ما بينهم أفضل برنامج تدرسه. وأهم سبب بيخلي القبول سهل إن ما عندهمش تعقيدات قوي في متطلبات اللغة أو متطلبات الأكاديمية السابقة عشان تدرس فيها. الجامعة اللي بعد كده هنلاقيها في برلين، هامبولد اونيفرسيتيت اوف برلين. اتأسست سنة 1810، ليها تاريخ طويل جدا في التعليم العالي، وتعتبر من الجامعات الرائدة جدا في كتير من التخصصات زي العلوم الإنسانية والفلسفة والعلوم الطبيعية. والموقع بتاع الجامعة هو في قلب عاصمة برلين، وده بيميزها ان هي تكون جنب كل حاجة تقريبا، من أماكن تاريخية وثقافية لحد كمان فرص عمل جوه الشركات في برلين، وتقدر كمان يبقى عندك فرصة تدريب جوه الشركات ديت. هامبولد اونيفرسيتيت بتضم حوالي 30,000 طالب، نسبة كبيرة منهم طلاب دوليين، وده بيخلي نفس الفكرة كده ان في ثقافات مختلفة متنوعة جوه الجامعة نفسها. وواحدة من المميزات الجامدة جدا جوه الجامعة ان هي بتجمع ما بين البحث الأكاديمي والدراسة. يعني انت كطالب مش مهمتك بس تدرس، لا انت مهمتك تشارك كمان الدكاترة والمعيدين في البحث العلمي بتاعهم. والجامعة ليها شراكات كبيرة جدا مع مؤسسات تعليمية ومؤسسات بحثية وكمان شركات جوه المجال نفسه اللي هتدرس فيه أو هتشتغل فيه، وده بيوفر فرص تدريب وفرص عمل للطلبة بعد التخرج. بالإضافة برلين مدينة حيوية وحلوة انك انت تعيش فيها، تحس اجواء انك ما بعدتش كتير عن اهلك. هتلاقي برضه السوبر ماركت المصري، هتلاقي السوبر ماركت اللبناني، هتلاقي السوبر ماركت السوري، محلات من كل انحاء المدن العربيه هتلاقيها موجوده هناك، فمش هتحس انك انت بعدت كتير عن البلد بتاعتك. لا، هي مدينه صاخبه، مدينه صاحيه، كتير جدا من الناس متعلقه بيها، بتحب ان هي تروحها تقضي فيها وقت جميل او حتى تقيم فيها فتره طويله. بس عندها مشكله المدينه ديت ان هي السكن فيها ممكن ما يكونش متوفر بشده او يكون غالي جدا كمان في بعض الاحيان. والجامعه دي بتتميز ان التقديم عليها ما بيبقاش فيه تنافس عالي قوي، يعني معظم الناس بتقدم على تيو برلين، لكن الجامعه دي ما فيهاش تنافس عالي قوي جوه المجالات. لما بتيجي طلاب يقدموا ما بتلاقيش عدد كبير جدا من الطلاب، والمقاعد اللي موجوده جوه الجامعه كتير جدا. وحتى متطلبات اللغه الالمانيه او حتى الانجليزيه عشان تدرس جوه الجامعه ديت مش معقده، ما بيطلبوش منك مستوى عالي جدا. وعندها ميزه مش موجوده غير في عدد قليل جدا من الجامعات اللي هنا في المانيا، انك انت ممكن تنفع جوه الجامعه تقدم على اكتر من برنامج، يبقى ليك فرصه انك تتقبل جوه الجامعه مع كذا برنامج، مش برنامج واحد بتقدم عليه وخلاص. كل جامعه ليها شروطها وليها متطلبات ان انت ينفع بس تقدم على كل سمستر على برنامج واحد، ولكن الجامعه دي بتوفر لك ان انت ممكن تقدم على 2 3 4 زي ما انت عايز في نفس السمستر. وانا شخصيا اعرف ناس كتير اتقبلوا فيها وجم عليها وكملوا فيها. ونيجي على اكبر جامعه انا شايفها بصراحه بتدي قبول في المانيا، وهي جامعه تيو كلاوستال، وتخصصها بشكل اساسي في التكنولوجيا والهندسه. والجامعه دي بتقع في مدينه صغيره جدا اسمها كلاوستال تسيلافيلد في ولايه لور ساكسوني، او اسمها بالعربي ساكسونيا السفلى. ورغم ان المدينه صغيره لكن الجامعه بتتمتع بسمعه حلوه جدا، وتعتبر من الجامعات القويه على مستوى المانيا في مجالات معينه. جامعه تاسست سنه 1775 وتعتبر من اقدم الجامعات التقنيه في المانيا كلها.
بتقدم برامج دراسيه برضو متنوعه في التخصصات الكتير جدا في الهندسه والطاقه والتكنولوجيا اللي بتدور حوالين الهندسه الكهربائيه والهندسه الميكانيكيه وعلوم المواد وتكنولوجيا الطاقه. وكمان الجامعه بتولي كتير من الاهتمام لمجالات الطاقه المتجدده زي طاقه الرياح وطاقه الشمس، وده بيخليها من الجامعات الرائده والمعروفه واللي مرموقه جدا على مستوى المانيا كلها. عدد الطلاب في الجامعه مش كبير، هو حوالي 4000 طالب، وده يعتبر عدد صغير نسبيا، وده بيخلي ان التركيز جوه الجامعه على العدد الصغير دوت. الطلاب بيبقوا قريبين جدا من الدكاتره، وبالتالي بيديهم فرص اكبر للتفاعل ان هم يشاركوا مع الدكاتره في كل الابحاث اللي بيقوموا بيها. ورغم ان الجامعه موجوده في مدينه صغيره، يعني تقريبا المدينه عباره عن جامعه، لكن بتدي قبول لعدد كبير من الطلاب، وليها شراكات وتعاون مع شركات كتير في المانيا، وده بيوفر لكل الطلاب فرص تدريب بعد التخرج مباشره او فرص عمل كمان. وانا بصراحه ما شفتش حد قدم على الجامعه دي واترفض غير سبب يكون مقنع جدا، فالقبول فيها يعتبر سهل، ومعظم البرامج فيها بتبقى اوبن ادميشن. ما دام انت حققت شروط البرنامج نفسه انت بتقدم عليه بتاخد قبول، وما بتبقاش كمان مع يوني اسيست، بتبقى عن طريق الجامعه مباشره على البورتال بتاع الجامعه، فبيبقى في فرص. يوني اسيست ساعات بيوقف الدنيا، انت بتقدم على الجامعه مباشره مفيش حاجه في النص. الجامعه بتقدم تخصصات كبيره جدا ومتعدده زي ما احنا قلنا، فبتقدر انك تشوف برنامج من البرامج اللي بتقدمها الجامعه وتقدم عليها، وما بتطلبش متطلبات اكاديميه معقده. يعني انت لو عايز تعمل ماستر جوه الجامعه ديت، البكالوريوس بتاعك مش لازم تكون جايب فيه درجه جامده جدا، لو مقبول هتتقبل، لو جيد هتتقبل، وده حصل مع ناس كتير اعرفهم. وفيها نقطة وميزة كبيرة الجامعة دي، انك انت ممكن تتقبل حتى لو انت معكش الماني في برنامج بالالماني. اوبا، يعني انا ممكن اخد قبول مشروط وانا معيش حتى الاينس؟ ايوه ممكن، بس انت في مصر عشان تقدر تسافر من السفارة لازم يكون معاك B1 على الاقل. في بعض الدول التانية زي الامارات مثلا على سبيل المثال ممكن تسافر تدرس لغة بس وبقبول مشروط من اينس، تكون معاك اينس وراح تدرس هنا في المانيا اتس والبي اينس مثلا، وتكمل بعد كده البيتس فاي والسي اينس لحد ما تدرس في الجامعه. فتقدر تقدم على الجامعه دي في اي وقت في السنه، تاخد قبول مشروط بالمستوى اللي انت فيه في الالماني. ايوه صحيح عزيزي الطالب، ينفع تعمل كده في اي وقت في السنه. عشان كده جامعه كلاوستال تعتبر من الجامعات اللي بتدي قبول بسهوله شويه عن بقيه الجامعات. واخر جامعه هنتكلم عليها النهارده هي جامعه اوجسبورغ اللي موجوده في مدينه اوجسبورغ، ودي مدينه جميله وهاديه في ولايه بافاريا في جنوب المانيا. والجامعه دي بتضم عدد كبير جدا من البرامج والتخصصات المتنوعه. الجامعه بيدرس فيها حوالي 20,000 طالب، وبتقدم تخصصات زي العلوم الطبيعيه والانسانيه والفنون والاقتصاد والقانون، كل ده بيدرس فيها. وعندها برضه زي الجامعات اللي فاتت علاقات وتعاون كبير بينها وبين سوق العمل، بتقدر ان هي تخلي الطلاب اللي عندها يشتغلوا في سوق العمل بشكل اسرع اثناء وبعد الدراسه. والموقع نفسها ان الجامعه دي موجوده في مدينه اوجسبورغ، قريبه شويه من مدينه ميونخ، يعني معناها ان الحياه هناك طبيعه جميله هاديه رايقه. الناس في جنوب المانيا يعتبروا من اغنى الناس بتوع المانيا، اكتر ناس مرفهه يعني في المانيا. واعتقد لو جمعنا كل الاسباب بتاعت الجامعات اللي فاتت هنلاقيها برضو موجوده في الجامعه دي. تعدد التخصصات، القبول نفسه بتاع الجامعه ما بياخدش خطوات كبيره جدا، متطلبات اللغه ومتطلبات الاكاديميه معقوله الى حد ما، وفيها كتير من البرامج الاوبن ادميشن اللي هي بتقدم عليها قبول مفتوح. فبتلاقي معظم اللي احنا اتكلمنا عليه في كل الجامعات اللي فاتت موجوده برضو في الجامعه دي. فالدراسه في المانيا بتفتح باب كبير جدا قدام الناس انها تشتغل في المانيا بعد التخرج. والجامعات اللي انا قلتها دي تعتبر من افضل الجامعات اللي انت ممكن تقدم عليها، وفي نفس الوقت هي جامعات مش وحشه، هي جامعات كويسه جدا على فكره، بس نسبيا كده من تجارب الناس القبول فيها احسن. لو انت حابب اتكلم في جزء تاني عن 5 جامعات تانيين انا محضرهم بالفعل، ادعمني بقى باللايك المتين، اشترك في القناه، واكتب لي في الكومنتات عايزين جزء تاني عشان تشجعني كده اعمل واحد كمان. اتمنى يكون الفيديو ده انت استفدت منه وعرفت هو 5 جامعات عن المانيا بيقدموا قبول بشكل اسهل، عشان وانت كده بتخطط ولقيت في طريقك واحده منهم اكيد هيبقى في فرصتك احسن من انك تقدم من تيو برلين وتيو ام، خصوصا الناس اللي هي بتفكر ان مجموعي مش اجمد حاجه، او مجموعي مثلا ما يكونش موافق للتخصصات العلميه او الانسانيه او الطبيعيه هنا في المانيا. ما توقفش، ممكن تقدم على برنامج هنا، برنامج هنا، برنامج هنا، واحد فيهم بس يقبلك هيبقى كفايه انك تقدم في السفاره. اتمنى لكم من كل قلبي كل التوفيق والنجاح. سلام احسن ناس.